بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. طب تعمل ايه؟ ده فيديو جديد. بنعتذر عن الغيبة اللي دامت 10 أيام دي. أنا جيت فجأة انطفيت، بس افتكرت إني رجعت أعمل كونتنت وكده. زائد طبعا كان عندنا اسسمنت ثقيل من العيار الثقيل بقيادة الباشمهندس مدثر. كنا شغالين يعني على شوية سيكوال انجكشنز وار سيز وكام كريتيكال كده، يعني ربنا يبارك في الباشمهندس مدثر اللي حلتنا. وبنبعت المسا ليوسف غنيم، يعني الروح المعنوية في الشركة، يعني الدومين ادمن، يعني كل حاجة حلوة. وحلقة اليوم مش عارف الانترو يعني ليه الناس تسمع حاجات زي دي؟ طيب، حلقة اليوم عن الفلاجز. ايه هي الفلاجز؟ الفلاج ده مش اعلان ريد بول. ايه هي الفلاجز؟ الفلاجز او الاوبشنز هي لما تيجي تشغل تول مثلا، الداش كذا اللي بتلاقيها بتبعت داتا او بتاكتيفيت حاجة معينة او الحاجات دي كلها. دي الفلاجز او الاوبشنز. اوكي، طيب هنعرف ازاي النهارده نعمل فلاجز واوبشنز في بايثون وجو بشكل مبسط الى حد ما. اوكي، طيب بالنسبه لبايثون، اول حاجه هنعملها ان هنimport arg parse الارجيومنت بارس، وبعدين بنعمل بارسر arg parse دوت argument parser، وبعدين بنفتح براكتس اللي هي البراكتس العاديه. طيب جوه البراكتس دي بقى في ايه؟ في الديسكريبشن، ومثلا هنخليه ايه ده security automation tool. اوكي، طيب هنا بقى هنيجي للفلاجز بتاعتنا. parser مثلا دوت add argument، وهفتح قوس وهقول له مثلا dash t اللي هي التارجت. ممكن هنا اقول له dash t او تارجت يعني اللي من نوع، اوكي خليني اروح هنا كده str من نوع string. الهيلب بتاعها او المسج بتاعت الديسكرايب بتاعت الفلاج ده target full URL، وهحدد هنا مثلا اقول له والله ده مش required بالنسبه لي، خليني اعمل false، والديفولت بتاعها مثلا local host، بس خليني اعمل دي true لان غالبا URL required. اوكي، طيب نقدر بقى نعمل من ده كذا واحد، يعني مثلا ممكن نخلي دي يو او URL، وهنا مثلا threads controlling tool او script speed، والديفولت بتاعها مثلا هنا بدل str خليه integer، هنا خليه 10. ممكن كمان اضيف كمان فلاج او مثلا. اوكي، الاوتبوت بتاعي ده ممكن اخليه str، هنا هيبقى الاوتبوت فايل required false، وهنا ده برضو false. الاوتبوت فايل مثلا output.txt. اوكي، طيب احنا كده والله عملنا مثلا 3 فلاجز او اوبشنز جوه التول بتاعتنا URL threads out. جميل جدا. طيب بعد ما ضفنا البارسرز بتاعتنا وخدت الارجيومنتس اللي احنا عاوزين نبعتها، يعني احنا هنعمل ايه؟ هنعمل args parser دوت parse args، اوكي، عشان نعمل parse الارجيومنتس اللي اتبعتت دي جوه الفاريبل اللي اسمه args. اوكي، طيب بمجرد ما وصلنا لهنا احنا كده شغالين 10/10. احنا ممكن بقى والله نعمل مثلا this is the URL على سبيل المثال، واقول له مثلا هنا الارجز دوت على سبيل المثال خليني اقول ان ده ال URL. اوكي، وهنا ده اللي هو مثلا الثريدز، وهنا اللي هو مثلا الاوتبوت. اوكي، خليني ارن السكريبت بتاعي ده، خليني اقول بايثون hello. نعم يابا. ماشي. طيب هنا the following arguments are required. ليه؟ لان انا شغلت السكريبت دي الهيلب بتاعتي. انا لو جيت هنا عملت داش اتش هيطلع لي الحاجات اللي انا ضفتها من arguments وكده.
دي الهيلب اللي انا حددتها كذلك للفاريبلز دي. وهنا هو بس ضرب ايرور عشان اليو ار ال حاجه ريكوايرد. فانا مثلا اقول له كده تو جوجل. اوكي. انا سبت الاتش زي ما هي، هعرض لي الهيلب تاني. طيب والله هو هنا طبع بقى الحاجات الديفولت اوتبوت و10 بالنسبه للثريدز والاوتبوت. بس انا ممكن اجي هنا مثلا my output dot text وهتطبع هنا عادي. هنا 10 الديفولت، ممكن اتحكم فيها برضو بالثريدز، خليها 10000 مثلا. URL required ضرب ايرور لما ما بعتناش URL. فكده قدرنا نباصي شوية بارامترز يعني. طيب خلي ده false اوكي عشان ما يزعلناش بعد كده. ونimport sys arg احنا ممكن نكنترول بيها برضو شوية flags simple. اوكي يعني لو مانوال احنا جينا هنا على سبيل المثال مثلا print sys.argv1. اوكي طيب خليني بقى disable args. خلاص مش هباصي حاجة للارجز دي، خليها تطبع الديفولت بتاعها هنا كده بالشكل ده. وهشغل السكريبت بتاعي، طبعا هيطبع اللي فاتوا الديفولت عادي جدا. just argv1 ليه؟ لأن أنا ما اديتهوش حاجة. argv1 هي أول فاليو بعد السكريبت وأنا ما بسطلهوش حاجة اوريدي فزمر لي. طيب هقول له والله 5 كده مثلا، فهيقول لي خليني امسح اللي فات ده كله ونبدأ على نضيف ب sys. طيب هنا مثلا بقى عندي 5 كتير. اوكي طيب 5 كتير تمام. طيب لو انا عاوز مثلا ابارس مانوالي من الفاليوز اللي داخله في sys هعمل ايه؟ اقول له مثلا get flag value هنا كده واخليها def. اوكي عشان فانكشن يعني في بايثون. وهقول try بسيطة يعني حاول تعمل ايه بقى index sys.argv.index وهقول له والله هنا الفلاج نيم مثلا. اوكي اللي داخل في الفلاج هنا فلاج نيم والديفولت بتاعه مثلا none. اوكي طيب واقول له ايه في الاندكس ده زائد 1 او اصغر من then sys.arg return sys.arg index plus 1. اوكي طيب غير كده الاكسبشن بتاعي ايه؟ اقول له مثلا والله accept value error خلاص skip يعني يتخطاه. اوكي ما تعملش حاجه. غير كده return الديفولت يعني من الاخر حاول تبارس الفلاج نيم بتاعي، لو ما لقيتش طلع الديفولت اللي هي نون قيمه للفلاج ده. طيب هعمل مثلا ديف كمان اسمها flag exist flag name اقول له return flag name in sys.arg. اوكي الsys arg. طيب هقول والله بقى التارجت بتاعي مثلا get flag value اللي هي الفانكشن اللي انا لسه عاملها dash t والديفولت بتاعها اللي انا حددته فوق اللوكال هوست. اقول له مثلا الاوتبوت بتاعي get flag value هنا او بالشكل ده و output dot text. اوكي طيب كده انا عملت تو فلاجز تارجت واوتبوت، عملت لهم بارس بالمانوال فانكشن اللي انا عملتها. وهعمل مثلا الفيربوس بتاعتي هنا فلاج exist dash v مثلا اللي هو فيربوس مثلا. اوكي طيب خليني اكتب فيربوس صح عشان مش كاتبها صح. تمام. وهاجي والله هنا بقى هقول له print التارجت print الاوتبوت print الفيربوس وشغل السكريبت بتاعي. قال لي local host output false. اوكي طيب خليني مثلا اقول له بقى التارجت بتاعي مثلا او الداش تي بتاعتي https google.com فعمل لها بارس. طيب خليني اقول له this is my output file text فطبعه برضو
والفلاج اكزيست بتاع فيربوس ده لا، قال لي فولس. لو عملت كده هيقول لي ترو، عمل ديتكت للفلاج. طيب خلينا نروح على جو مني اكلير دي واكيبج مين كالمعتاد. امبورت ايه بقى؟ فلاج fmt os. هعمل فانك مين بهذا الشكل وابدا اكتب الكود بتاعي. طيب هنكتب ايه؟ والله احنا عملنا فوق امبورت لفلاج، فانا ممكن اقول له التارجت فلاج دوت التايب بتاعه بقى اللي هو مثلا string في تي. اوكي، التارجت بتاعي الديفولت فاليو بتاعته مثلا اللي هي خليها لوكال هوست، والديسكريبشن بتاع الكي ده التارجت سكوب يو ار ال. تمام. طيب اوتبوت مثلا فلاج او بلاش اوتبوت، خليها يو ار ال ديو هنا threads flat dot int t هنا الفاليو بتاعتها مثلا 10 threads controlling the speed. اوكي طيب ماشي. هعمل هنا مثلا flag dot parse. طيب واقول له بقى fmt print of التارجت مثلا s وبعدين new line هنا ال URL او ده ال URL، وهقول له هنا fmt print of دي مثلا ال threads او ال speed بتاعتك دي، وهقول له هنا دي ال threads، وهشغل السكريبت بتاعي go run main.go os implemented strings implemented. ماشي، دول هنستخدمهم كمان شوية، لسه مجيناش للإكزامبل بتاعهم. خليني print URL wait هنا في استريك على الفاليو بتاعت ال URL عشان ما يتبعليش مكانه في الميموري. طيب وهقول له هنا برضو go t أو u مثلا لو أنا حطيتها جوجل بالشكل ده. لو أنا حطيت ال t مثلا 100 بدل 10 تطبع برضو بالشكل ده، فنقدر برضو أباص فلاجز. طيب بالنسبة بقى للمانوال فلاج هاندلنج، طيب زي ما عملنا فانكشن مانوال في بايثون، احنا نقدر نعمل برضو حاجة زيها هنا في جو بدل ما نستخدم الفلاج. اوكي طيب هنا بقى هنحتاج الاو اس عشان نعمل حاجة زي دي. وهنعمل ايه؟ احنا ممكن اصلا قبل ما نعمل اي حاجة نبرنت اف الاول ارجز دي مثلا مع في عشان الفاليو نيو لاين os دوت ارجز. اوكي يعني احنا ممكن نطبع اصلا الارجيومنتس دي اللي هي ده السكريبت بتاعنا واليو والثريدز بتاعتنا. طيب انا هقول له مثلا get flag value هنا تساوي func بتاخد الفلاج نيم والديفولت value string. هقول له والله ده string اللي هو الريتيرن بتاعها، يعني هترجع string. اوكي طيب عشان الفاليو بتاعت الفلاج نفسها لازم ترجع string عشان نتشيك على اساسها. طيب ادي السترينج بتاع الريتيرن. اقول له for I و r in range os.args وافتح curly brackets. اوكي طيب if arg equal الفلاج name and I زائد 1 اصغر من اللينث بتاع os.args. اوكي return لي os.args I زائد 1، وهقول له هنا return الديفولت value عشان برضو لو مفيش value اضافت للقيمة دي return الديفولت value زي ما عملنا هنا في بايثون. طيب برضو ممكن نعمل function تانية مثلا اسمها has flag ولا لا، هتreturn true or false. func flag name من نوع string وهترجع boolean. اوكي for ولا حاجة و arg range os.args، وهقول له if arg equal الفلاج name return true otherwise return false. اوكي بس اعتقد في جو لازم نخلي دول سمول مش كابيتال زي بايثون. طيب كده احنا عملنا تو functions manual، واحدة بتجيب برضو الفلاج value وواحدة بتشوف الفلاج ده موجود ولا لا زي ما عملنا في بايثون. خلينا بقى نقول ان مثلا demo target هنا get
flag value وهتاخد تي مثلا، اوكي، او احنا خلينا URL مش تارجت، واقول له والله الديفولت بتاعتها local host. انت محمر ليه؟ طب ماشي، اوكي، محمر عشان السنجل كوتس. طيب، وال output file هقول له مثلا ال output file او ماشي، خلينا ال output file has flag، وهنا مثلا v. اوكي، انا بشوف لو الفلاج اللي اسمه v موجود ولا لا. طيب fmt printf target url بس new line، هقول له هنا الديمو تارجت، وهقول له fmt printf file v مثلا، وهقول له هنا output file، وهعمل run بالشكل ده. فوالله قال لي ال URL بتاعك جوجل، والاوتبوت بتاعك بتاع الاوتبوت فايل هل هي has flag ولا لأ false. طيب لو جيت قلت له ال v هنا هيعمل له detect. خليني اقول له v كده، مالك يا حبيبي. flag v provided but not ماشي. خليني امسح الجزء اللي فوق بتاع flag ده عشان ما يهرب عليناش الدنيا. معلش اللغات بتغير الموديولز من بعضها، بتبارس عليا وبتاع، فبيغيروا من بعض يعني. فبمجرد ما عطيته ال v verbose قال لك true. بالفعل هنا كان جاي false. هنا ال URL جوجل اللي احنا بعتناه لو خليته مثلا URL تاني مثلا هيتبعت عادي جدا. تقدر بقى انت تاخد الفاليوز دي اللي اليوزر بيبصيها لك في السكريبت او التول بتاعتك، وتبدا تبني عليها if function. لو مثلا مشغل output خليه كاستم في الفاريبلز بتاعتك، تاخد منه threads لو هو provide threads، الحاجات دي كلها عشان وانت بتعمل التولز بتاعتك. بس ده ببساطة محتوى الحلقة المرة دي. الحلقة أو الاتنين الجايين هيبقوا نظري شوية، مفهومش حاجة عملي، ولكن هم محتاجين بس نبرين أو نبرين مش نبرين، نفهم التولز get planned ازاي، أو التولز بتورك behind the screens ازاي، بأنهي شكل، أو بتعتمد على ايه، وهكذا. اوكي، وهي الحلقات اللي بعد كده ان شاء الله فيها شوية اكواد بقى غير شويتين. بس يعني كونوا في رعاية وحفظ الله. اشوفكم الحلقة الجاية ان شاء الله.